تستبق الداخلية السورية يوم الجمعة بدعوة حاسمة لمواطنيها: لا تتظاهروا، لا تعتصموا تحت أي عنوان من دون أخذ الموافقات الرسمية اللازمة. بدوره يستبق الجيش الجمعة نفسها بإعلان يقول إن وحداته العسكرية بدأت بالخروج التدريجي من مدينة درعا. أديت المهمة، وهي بحسب الرواية الرسمية نفذت ضد جماعات مسلحة إرهابية، لكن شهود عيان ومعارضين للنظام يقدمون روايتهم المضادة، وفيها أن الجيش كما يؤكدون أعاد انتشاره في درعا، ولم يخرج من وسطها إلا ليتمركز حولها، وهدفه من هذا مضاعفة الحصار على المدينة للحيلولة دون تدفق متضامنين من المناطق المجاورة إليها، كسرا للحصار ومواصلة للتحدي كما يقول هؤلاء. أكثر من ذلك، يتحدث شهود عيان عن مقايضة غير مسبوقة ربما في تاريخ الشعوب كلها يقترحها الجيش على السكان. من يريد تسلم جثة قريبه من قتل الأحداث عليه أن يخرج الجمعة هاتفا للأسد الابن الرئيس. اليوم وزعوا علينا مناشير وقالوا لنا انه يعني اذا اللي بيحب يستلم جثة له جثة وحاب يستلمها يجي يكتب عقد بانه يطلع غدا مسيرة مؤيدة لبشار، واذا صار في اي سؤال عن لجان حقوق الانسان عن القتلى انه اللي قتلوا ابنائنا هم الارهابيين، مقابل هالشيء بسلم جثث ابنائنا. لكن درعا التي دخلتها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد الشقيق الأصغر للأسد الابن الرئيس تمتلك رواية أخرى لم تقل بعد، ولا يمكن لأحد إعادة تدويرها أو تزويرها بحسب بعض من سكانها. فالمدينة التي اقتحمت فجر الاثنين قبل نحو 10 أيام شهدت كما قالوا أهوالا ستروى وتسجل في تاريخ البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا والدرعا مش الجولان. هنا صور بدأت تصل ولو متأخرة: قصف قبل نحو 6 أيام بالقرب من الجامع العمري، ومشاهد تتحول فيها شوارع المدينة إلى ساحة للرماية بشكل عشوائي. الله أكبر، الله أكبر يا إسلام، الله أكبر. ثمة دمار واسع النطاق تظهره الصور أيضا، هذا إلى جانب مفقودين ومعتقلين جاوز عددهم 800 بحسب منظمة إنسان الحقوقية. فاض عددهم في درعا على مراكز التوقيف كما قال بعض السكان، فاحتجزوا في مراكز اعتقال جماعية تيسرت على عجل للسلطات، وتمثلت في ملعب كرة قدم وفي بعض مدارسها. وليست درعا وحدها كما يقول معارضون للنظام، بل سوريا كلها تحولت إلى مركز اعتقال لمواطنيها، وهؤلاء أصبحوا بعد أكثر من 1.5 شهر من الأحداث مقسومين بين متفرجين ومشاريع قتلى. اليوم السوريون أصبحوا مقسومين ما بين شهداء ومشاريع شهداء من أجل الحرية، وما بين معتقلين ومشاريع معتقلين أيضا من أجل الحرية. هنا صور من مدينة حما، وتظهر ما انتهت إليه البلاد ومواطنوها، وأخرى من حمص، وثالثة للدبابات لا تنسحب إلى معسكرات الجيش بل تنتشر على مداخل مدينة بنياس، وأخرى في الرستن قرب حمص وغيرها، وكلها مدن سورية طالب مواطنون فيها بالحرية وكف يد الأجهزة الأمنية عن إذلال أهل البلاد كما قالت هتافاتهم، قبل أن تتحول إلى هتافات تطالب برحيل النظام. وهنا صور من عاصمة الأمويين التاريخية، وتظهر استعدادات أمنية وصفت بأنها واسعة النطاق لمنع أي تظاهرات في دمشق يوم الجمعة، إضافة إلى تقارير إخبارية تتحدث عن وحدات من الحرس الجمهوري انتشرت حول عاصمة البلاد. مظاهر حرب تترصد لهتافات قالت ذات يوم: الجولان هناك وليست هنا.